السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسعاده وبسلام. النهارده فيديو جديد وحلقه جديده، وهنتعرف على اللاعبين المهددين بالايقاف في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي هيخوض مباراه دوري ابطال افريقيا بنسختها الجديده، ملعب مباراه على ملعب الذهاب ومباراه اياب. يعني المباراه هتكون منقسمه لمباراتين. النهارده هنعرف اللعيبه المهدده ان هي تتوقف للمباراه النهائيه والمباراه الفاصله اللي هتلاقي في كازابلانكا. النادي الاهلي عنده عنصرين مهمين جدا مهددين ان هم يتوقفوا، وهم مروان عطيه وحمدي فتحي. مروان عطيه وحمدي فتحي مهددين ان اي حد من الاثنين لو خد منهم كارت اصفر هيضطر ان هو يغيب عن النهائي، لان كده هيبقى حصل على 3 كروت صفراء. حمدي فتحي ومروان عطيه هيلعبوا مباراه القاهره على حذر شديد جدا، لان ما ينفعش واحد من الاثنين ياخد كارت اصفر زي ما قلنا، لان اللي من الاثنين هياخد كارت اصفر مش هيشارك في المباراه النهائيه وهيغيب عنها. هما الاثنين اللعيبه المهددين بالايقاف عن المباراه النهائيه، واما اي لاعب تاني فهو هيلعب عادي لو خد انذار، ما عدا حمدي فتحي ومروان عطيه بالوجه الاخص. عشان كده انا بعتقد ان كولر هيدفع بعمرو السوليه او هيدفع باليو ديانج عشان خاطر يحافظ على حمدي فتحي او مروان عطيه، او هيخليهم يتوخوا الحذر زياده عشان ما يخسرش خدماتهم في المباراة النهائية اللي هتقام في كازابلانكا يوم 11 إن شاء الله، الموافق 11/6 في تمام الساعة 9 في كازابلانكا في المغرب. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واللي بنزله دايما يعجبكم. لو أنت مهتم بأخبار الكورة وبكل جديد ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد معانا.